السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم نوع حلويات حلو بزيادة. ممكن نسميه حلوى السميد أو زلابيا السميد. طريقتها سهلة واقتصادية، من غير بيض ولا لبن ولا زبدة ولا سمن، والطعم بيكون في منتهى الجمال. ميكس كده بين الزلابيا وبلح الشام، وبتكون مقرمشة من بره ودايبة وطرية من جوه. يلا بينا نسمي الله ونبدأ نشوف المكونات والطريقة. اول حاجة هبدأ احضر الشربات. عندي كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، وعصير نص ليمونة، وبرفعه على النار. في الاول النار بتكون عالية، واول ما بيبدأ يغلي بهدي النار تحته وبسيبه بعدها لمدة 5 دقايق على النار وبطفي عليه. بس قبل ما بطفي بضيف نص معلقة صغيرة فانيليا، بتدي نكهة حلوة قوي للشربات، وبسيبه على جنب لغاية ما يبرد تماما. ودلوقتي معايا نص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة السايب، بنجيبه من عند العطار. ده بيكون شكله معلهوش اي اضافات، غير طبعا اكياس دقيق البسبوسة المغلفة ما ينفعش نستخدمها لان بيكون عليها اضافات فهتبوظ الوصفة، خلي بالك. وبضيف دلوقتي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وزن الخميرة 8 جرام، ما تزوديش عن كده، يعني المعلقة بتاعتك ما تكونش هرمية عشان الوصفة ما تبوظ. ومعلقة كبيرة من السكر، ورشة ملح صغيرة، كوباية الا ربع من الدقيق. وهقلب كل المكونات لغاية ما تختلط مع بعض كويس قوي. وهضيف دلوقتي ربع كوباية زيت، وهبدأ أفرك الزيت بالدقيق كويس قوي. أخلي كل ذرات الدقيق ودقيق السميد يتغلفوا كويس قوي بالزيت. دي خطوة مهمة جدا لنجاح الوصفة. وبعد ما الدقيق اتشرب الزيت وبقى بالشكل ده شبه حبات الرمل المبلول، هضيف دلوقتي كوبايتين الا ربع من المية، وأقلب لغاية ما اخلط المية بباقي المكونات. ما تبالغيش في التقليب، أول ما يختلطوا وقفي تقليب. بنتعامل معاها كأننا بنعمل بسبوسة، ما ينفعش نقلب أو نعجن فيها كتير عشان ما تنشفش وتحجر معانا. وده بيكون القوام المطلوب، لا تقيل قوي ولا خفيف. ولو كان القوام معاكي تقيل قوي ضيفي معلقة أو 2 من المية. المية اللي بنستخدمها بتكون حسب نوع الدقيق، ممكن تحتاجي اكتر من الكوبايتين الا ربع وممكن تكتفي بيهم. وبنزل جوانب العجين، وهغطي العجينة بكيس بلاستيك وبخلي الكيس ملامس لسطح العجينة عشان ما تنشفش. وبغطي فوقها بفوطة وبسيبها تخمر لمدة نص ساعة. وده شكل العجينة بعد نص ساعة. تقلت واتفتحت وبقى فيها فراغات بالشكل ده. هقلبها تقليبة بسيطة عشان اخرج الهواء الزايد منها. تقليبة بسيطة كده، ما تبالغيش برضو في التقليب عشان ما تخرجيش كل الهواء منها. ودلوقتي بجهز كيس الكريمة او كيس الحلواني، وهستخدم قمع بلح الشام. لو ما عندكيش الاكياس دي تستخدمي الاكياس البلاستيك بتاعت الحلواني اللي بتتباع، الكيس بجنيه. بس حطي كيسين في بعض عشان العجينة تقيلة. لو استخدمتي كيس واحد ممكن الكيس يتقطع معاكي. وبحط كمية العجينة في الكيس، بس بحط كمية قليلة عشان اقدر اتحكم فيها وما تكونش تقيلة على ايدي. ودلوقتي طاسة فيها زيت رفعتها على النار وخليت الزيت لغاية ما سخن. ما تخليش الزيت يغلي او يسخن قوي، يدوب يسخن بس. ومعايا مقص المطبخ ببله في الزيت وببدأ بقطع العجينة. قطع العجينة هنا صغيرة او كبيرة زي ما تحبي، ممكن تقطعيه صوابع زي بلح الشام، بس انا بحب اقطعه حجم صغير عشان يكون على قد القطمة. اهم حاجة الزيت في المرحلة ديت يكون سخن، ولو الزيت عندك بارد هتشرب كمية كبيرة من الزيت. ولو كان الزيت سخن زيادة، فأول ما هتنزل في الزيت هتلاقيها هتلون وهتفضل نية ومعجنة من جوه. فخلي الزيت درجة حرارته مظبوطة. ما بقلبش فيها ولا بلمسها إلا لما العجينة بتبتدي تمسك نفسها. بتعرفي ازاي انها ابتدت تتماسك؟ بتلاقيها اتنفخت وكلها بقت عايمة فوق وش الزيت بالشكل ده.
وأول ما بتبتدي تتشمع وتمسك نفسها بفضل أقلب فيها على طول عشان تحمر وتاخد لون من كل ناحية. في الوقت ده بخلي النار متوسطة علشان الحلوى بتاعتنا ما تتحروقش، تاخد لون حلو وفي نفس الوقت تستوي كويس من جوه. وكده تمام، خدت اللون الذهبي الجميل واستوت من جوه. هخرجها بصفيها من الزيت، وعلى طول وهي سخنة بنزل بيها في الشربات البارد. ما تخلوهاش تاخد لون اكتر من كده، لانها لما هتنزل في الشربات هتاخد درجة او 2 اغمق من كده. وعايزة اقولك على حاجة، خدي بالك وانتي بتملي الكيس بالعجينة في كل مرة لازم تقلبي العجينة عشان تهبطي الخمر، لانها بتكون معمولة بقالها مدة فبتاخد خمر زيادة، وده بيخلي شكل الرسمة مش بتكون ظاهرة، والعجينة بتكبر وتنفش قوي اول ما تحطيها في الزيت، شكلها مش بيكون احسن حاجة. عشان كده قلتلكوا في الاول ما تكتروش من كمية الخميرة. اول مرة عملتها حطيت معلقة الخميرة ولقيت الكيس لسه فيه شوية صغيرين فحطيتهم، فلقيت الرسمة مبقتش ظاهرة خالص، وكمان القطعة بقت تكبر وتنفش قوي، بقى شكلها يعني مش حلو ابدا، فخلي بالكم. وهنا انا بعمل الدور التاني من العجينة، وكنت مهدية النار على الزيت عشان ما يسخنش اكتر من اللازم. واول ما قطعت العجينة في الزيت عليت النار وخليتها متوسطة لغاية ما العجينة ابتدت تتماسك، وبقلب فيها باستمرار لغاية ما بتاخد اللون الذهبي وبتستوي. بخرجها على الشربات. لو انتي مش عايزاها تشرب كمية كبيرة من الشربات، تقلبتين 3 كده في الشربات وبتطلعيها على طول، بتصفيها منه وبتطلعيها. سامعين القرمشة؟ بتفضل مقرمشة لغاية اخر قطعة. طيب لو انتوا عايزينها شاربة الشربات كويس ودايبة من جوه وسكرها زيادة، هتعملوا زي انا ما بعمل. بطلعها من الزيت على الشربات وبسيبها فيه، مش بخرجها على طول، بسيبها لغاية ما بخلص الدور اللي معايا في الزيت، يعني هتفضل في الشربات مدة 10 دقايق. بكده هتكون معاكم شاربة الشربات كويس ودايبة ومرملة. تعالوا بقى نشوف اخبارها. لونها ذهبي جميل ومقرمشة ودايبة من جوه ومرملة زي ما انتوا شايفين، شاربة الشربات كويس. طعمها في منتهى الجمال، احلى من الزلابية واحلى من بلح الشام. بجد لو جربتوها هتعجبكم جدا. طريقتها بسيطة واقتصادية، من غير بيض ولا لبن ولا زبدة ولا سمنة. انصحكم تجربوها. وبكده اكون وصلت نهاية الفيديو. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.